مصر بتفرح. مش ههري، مش هسف. انا بس عايزه اتكلم في حاجتين خدت بالي منهم. انا ماليش في السياسه خالص، ما بحبش السياسه خالص، ما اعرفش اتكلم فيها، ماليش فيها خالص. بس لو تاخد بالك الفتره اللي فاتت دي الموضوع كان متقسم جبهتين. جبهه الناس الزيطه اللي هم فرحانين قوي بالانجاز، وهم يعني جابوا فيلا في خيالهم وفرشوها وخلاص وعايز يعني عدوا خلاص. والناس اللي قاعده تسف، السفافين اللي هم ما فيش امل في الحياه ومش هنشوف حاجه من انجازات المشروع ده وما فيش فايده. ايه اللي هيحصل؟ ما فيش فايده. لا ده صح ولا ده صح. لما يكون في حاجه حلوه نقول عليها حلوه، لما يكون في حاجه وحشه نقول عليها وحشه. الزيطه الزياده دي اللي هو الناس اللي مأيدين حد قوي، فحتى لو عمل اي حاجه، لو عمل صينيه كنافه، يعني لو عمل صينيه الشباب، بجد ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، عمل الصينيه في اقل من 60 دقيقه يا حبيبي، ربنا يخليه لنا. دي الناس اللي اي حاجه بيعملها هو فظيع رائع. والناس التانية اللي هم معارضين، فما ينفعش يعجبوا باي حاجه او اي انجاز، ومفيش حاجه فيها فايده، وكل الفايده لناس معينه، واحنا مش هنشوف منها حاجه. يكون في حاجه حلوه نقول عليها حاجه حلوه. احنا القناه دي دخلنا موسوعه جانس لاسرع حفر مجرى مائي. وبعدين ما انت لو سلمت دماغك، بص الموضوع متقسم زي ما قلت جبهتين. تلاقي مثلا دول بيقولوا قناه دي 35 كيلو، الكيلو متكلف في حفره 2 مليار جنيه، يعني اكتر من 60 مليار جنيه ديون على مصر، ديون تاني. انا قفشت لما عرفت الكلام ده، قفشت. بعدين تلاقي الناس التانيين بيقولوا طب ما لازم يقترض، لان اي مشروع كبير بيحتاج ان اي دوله تقترض، وبعدين تقترض من المصريين، يعني ما حدش ليه فيها ومنا في بعضينا كده، والمشروع هيرجع اكتر بكتير من اللي اقترضناه، الارباح اكتر بكتير. يعني ما تسلمش دماغك لحد. ما انت لو مشيت مع المؤيد هتقتنع بوحش وحلو، ولو مشيت مع المعارض بيقولوا الصح وبيقولوا الغلط برضو. انا بس اللي عايزه اقوله يبقى عندنا امل، ما يمكن يعني لا قدر الله يبقى فيها خير ولا حاجه، يعني يمكن لعله خير، لعله خير والله. يعني اكبر في امل والله. طبعا اكبر دليل ان في امل، مثال غبي والله، انا عارفه انه مثال غبي بس فرق بالنسبه لي قوي. اكبر دليل ان في امل يا جماعه ان اخر فيديو ليا ما اتشتمش. انا والله يعني بيج دبس ماشي الكبيره دول قافشين يشتموا اي حد، هم قافشين، هم بيشتموا اي حد. فانا دخلت كده بشوفه، خيل لي ان هلاقي الناس شتمه عادي، ده طبيعي. بس فوجئت ان هم مش شاتمين، لدرجه اني شكيت اقسم بالله، يعني افتكرت ان انا هموت قريب وهم متفقين مع الادمن يفرحوني في اخر ايامي. في امل والله، نعلى بالاكسبكتيشنز ان شاء الله خير. والناس اللي بتقول لسه مش هنشوف اثرها دلوقتي ومش هيبان على الاقتصاد ومش عارفه ايه والكلام ده كله، طب ما لاولادك يعني ان شاء الله خير. ويعني مش عارفه، يعني خير ان شاء الله خير. لو عجبك الفيديو سبسكرايب من هنا، سبسكرايب، شوفوا بقيه الفيديوهات، ويا ريت تسيبوا لي تعليقاتكم او اي افكار لفيديوهات تانية.